خلونا كده متفقين اننا مهما جربنا وصفات للكيك واخترعنا كيكات مختلفة، هتفضل برضو كيكة البرتقال هي اللي ليها هيبة كده وسط الكيك ومميزة عند كل الناس. عملت النهاردة كيكة البرتقال في الخلاط بطريقة سهلة جدا ومكوناتها موجودة في كل بيت، وزي ما انتوا شايفين كده قوامها حلو جدا وهشة، واضمن لكم ان هي هتنجح معاكم من اول مرة هتجربوها بالطريقة دي. كفاية بس كده ريحتها اللي بتفكرنا بايام الشتاء مع كوباية شاي، حاجة بجد اخر لذاذة. اول حاجة هنجهز البرتقال، بشر البرتقال والعصير بتاعه. عندي 2 برتقال الحجم المتوسط ده. هحاول ان انا ابشر الجزء الاورنج بس من القشرة، وما اجيش خالص ناحية الجزء الابيض اللي تحت القشرة. يعني نكون حريصين واحنا بنبشر ما نضغطش جامد، لان الجزء الابيض ده بيعمل مرارة في الكيك لو نزل فيها. الاتنين دول عملوا لي كمية تقريبا معلقتين كبار من بشر البرتقال، وكمان استخدمتهم في ان انا اخد منه العصير. انا كنت محتاجة كوباية عصير تقريبا 250 ملي، فزودت كمان برتقانة، يعني استخدمت 3. علشان بقى نعمل الكيكة هنجيب الخلاط ونحط فيه 3 بيضات بحجم متوسط بحرارة الغرفة، ونضيف عليها معلقة كبيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، وهنستخدم كوباية وربع من السكر وكوباية الا ربع من الزيت. كل ده هضربه في الخلاط لغاية لما يكون القوام متجانس كده مع بعض ويبقى لونه فاتح زي كده بالظبط. هضيف بقى على الخليط ده بشر البرتقال، وهضيف كمان عصير البرتقال. استخدمت 250 ملي يعني كوباية كاملة. هرجع تاني هضربهم في الخلاط لغاية لما يتجانسوا جدا مع بعض ويبقى الخليط بالشكل ده. ولازم نوصل للون ده لانه هيفرق جدا في شكل الكيكة ولونها. نيجي بقى المكونات الجافة. عندي هنا 2.5 كوباية من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، ومعلقة ونص من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وهنخل كل ده مع بعض وهقلبهم تاني عشان اتأكد ان البيكنج باودر بقى متوزع في كل الخليط. بعد كده هضيف المكونات السائلة اللي عملناها في الخلاط وهقلب كل ده مع بعض. هكون طبعا مسخنة الفرن عند درجة حرارة 200 وانا في المرحلة دي، واتأكد كده ان القوام وصل للشكل ده بالظبط. لو حسيتوا ان هو تقيل ممكن نضيف شوية من الحليب او عصير برتقال، ولو خفيف هنضيف شوية من الدقيق. غلفت هنا صينية برشة من الزيت وشوية من الدقيق، وهنزل بقى بالخليط ده، وهتدخل فرن سخن تقريبا على 30 دقيقة، بس هنتابعها لان هي ممكن تاخد من 25 ل 30 دقيقة. انا خدت معايا تقريبا 35 دقيقة على درجة حرارة 170. هتطلع بالشكل ده. طبعا هندخل فيها خلة علشان نشوف استوت من جوه ولا لا قبل ما نطلعها. اتمنى تجربوها بطريقتي وتقولوا لي رأيكم، وبالهنا والشفا.